هلا والله. معاكم ضيف. طبعا اليوم وكما العادة درامات جديدة. الأولى صراحة عنصرية بحت، واللي صارت مع اليوتيوبر مروان السري أو سري، والثانية بين أبو نوح وطلولي. طبعا الدراما الأولى صراحة عنصرية بحت، أتوقع كثير منكم سمع عنها، لكن في هذا المقطع بحكي لكم إن شاء الله تفاصيل عن الموضوع عشان تفهموا الموضوع بالكامل يعني. وبما انه كمان الموضوع بخص القضيه الفلسطينيه فمستحيل اني ما اطلع واحكي عنه، وجمعت له بمقطع واحد بس عشان ما اتاخر بالتنزيل وانزل كل مقطع لحال وياخذ وقت اكثر. فمشان هيك اليوم نحكي عن الموضوعين بمقطع، يعني عصفورين بحجر واحد، فاهمين كيف؟ على العموم خلونا ما نطول في المقدمه، وهي اجمل التعليقات من اخر مقطع. والان حط لايك واشترك في القناه لما كنت مشترك، وخلونا نبدا. طبعا الموضوع الاول واللي هو عن مروان اللي انشهر بالكارير مود في لعبه فيفا، واحيانا كان ينزل ردات فعل على المباريات، يعني فيكم تقولوا انه محتواه كان كروي بحت. وهاي المره حب انه يلعب ويجرب الكارير مود بالحقيقه. قال لك ليش لا يا حبيبي، نشتري نادي ونجرب الكارير مود بالحقيقه، او اذا صح التعبير انه يستثمر بنادي. ولكن اكيد كان في عنده شروط قبل ما يشتري اي نادي. واحد من هاي الشروط انه يكون في له قرار في النادي، يعني ما يكون فقط مستثمر عادي وبس ما يتدخل باي شيء بالنادي، لا يكون في له قرارات في النادي. والشرط الثاني كان انه النادي يكون التيشيرت حقه او التيشيرت اللي هو بيلبسه تيشيرت لونه احمر. طبعا كمشجع للارسنال فما الومه صراحه. وبما انه كان عنده شروط فكان محدود بعده نوادي. واحد من هاي النوادي كان نادي ارسنال، ولكن للاسف بعد ما حاول مع نادي ارسنال، نادي ارسنال قال له يا حبيبي اسمع، تستثمر اهلا وسهلا فيك، اما انك تاخذ قرارات فهذه لا، تكون فقط مستثمر، ما لك اي قرار في النادي. هذا الشيء خلى مروان انه يتوجه لنادي ثاني، وفعلا دور على نادي ثاني الى ان وصل الى نادي اسمه ديغنهام او ديغنهام، والله ماني عارف ومالي مهتم اصلا في النادي العنصري هذا. وبعد شوي بتعرفوا ليش عم بحكي على النادي هذا عنصري. المهم انه هذا النادي بيلعب بالدرجه الخامسه في الدور الانجليزي، يعني هو بالدور الانجليزي ولكن الدرجه الخامسه، فاهمين كيف؟ اسوأ درجه موجوده في انجلترا، واللي حرفيا بيعني انه ما في حدا بتابع هذا النادي او بشجعه الا يمكن اهالي اللاعبين، ويمكن حتى اهالي اللاعبين احيانا بيسحبوا على المباريات لانه مشغولين ما لهم فاضيين، فاهمين كيف؟ يعني النادي ما حد داري عنه. اوكي عشان اكون واقعي شوي، في شويه ناس دارين عنه، لانه في مرحله من المراحل هذا النادي كان في الدور الانجليزي الممتاز. كان يلعب في الدور الانجليزي الممتاز، ولكنه هبط وصارت مشاكل للنادي، الف الحمد لله، وصار نادي غير معروف ما حد دار عنه اصلا. طبعا مروان راح وشاف مباراه للنادي وكانوا بيخسروا فيها، والجماهير كان قاعده بتشتم اللعيبه والمدرب وكل الناس والاداره. ولهذا السبب بالذات وغضب الجماهير، النادي كان فعلا بحاجه ماسه لمستثمرين حتى يجددوا النادي ويجددوا الدماء ويشتروا لاعبين ويضبطوا النادي يعني. وفعلا بعد ما استثمر فيه مروان، والاستثمار صراحه ما بعرف قد ايه بالضبط المبلغ، ولكن في ناس بتقول 200,000 دولار، في ناس بتقول 500,000 دولار، فيكم تحسبوا انه هو بالرنج هذا يعني، بهاي الحدود يعني مو اكثر. وحتى النادي اعلن انه مروان صار احد شركاء النادي او احد الملاك، ولكن للاسف الاجانب والعنصريه وما ادراك ما العنصريه، لانه حرفيا مروان كان في معاه بنت اسمها سلمى، وكانت هاي البنت حرفيا قايمه بكل الشغل من ناحيه الاجتماعات، من ناحيه الترتيب الاداري، من ناحيه الاستثمار، من ناحيه كل شيء، حرفيا كانت قايمه بشغل كبير. واللي جابها مروان الى النادي، وكانت واحده من اداريات النادي، بعد ما جابها مروان اشتغلت كاداريه في النادي. والصدمه انه النادي قرر انه يفصلها. قرر انه يفصلها وبدون سبب، مو بس هيك، حتى بدون علم مروان اللي هو احد شركاء النادي. والمفروض كاحد شركاء النادي وكاحد الاشخاص اللي بيقرروا بالنادي انه يستشيروه او يحكوا له عن الموضوع، او انهم يعملوا اجتماع معاه اقل ما فيها يعني. طبعا اكيد كلياتكم متحمسين حتى تعرفوا السبب. بكل بساطه لانه سلمى كانت تدعم القضيه الفلسطينيه، فكان في شخص يهودي داخل على حسابها ولاحظ انها بتدعم القضيه الفلسطينيه، ونشر هذا الموضوع عند الاجانب على النت، صار ترند، وبلشت الجماهير تطالب باقاله او طرد سلمى من النادي. وفعلا النادي استجاب لهاي المطالب من الجماهير بدون ما حتى يسأل مروان اللي هو أساسا استثمر في النادي، واللي صار على أساس أحد ملاك النادي. والله عنصرية بحت. المهم بعدها طلع مروان وتكلم عن الموضوع، تكلم إنه ما كان عنده أي خبر بالموضوع، ورغم إنه هو أحد ملاك النادي والمفروض النادي يكلمه، ما حدا كلمه أصلا. بعدها قرر مروان إنه ينسحب من النادي، يسحب استثماراته، يرجع فلوسه ويطلع من النادي، لأنه نادي عنصري ونادي ابن 66 كلب وما بيستاهل إنه الواحد يستثمر فيه. ونزل تغريدة وقال فيها إنه راح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى، وإنه هو بينسحب من الاستثمار في هذا النادي. والحمد لله اللي وضح النادي نواياه قبل ما يتورط مروان باشياء اكبر مع النادي. الحمد لله اللي قدر انه ينسحب، والحمد لله اللي طلع من هذا النادي المقرف. والله يوفقك يا مروان وسلمى. وبالنسبه لاولاد الكلب العنصريين، فلسطين إلنا باذن الله وبترجع، وهذا وعد من ربي. بس والله ارتفع ضغطي من اولاد الكلب. المهم خلونا نروح للدراما الثانيه، او خلينا نقول الدراما الاولى في هذا المقطع، لانه حرفيا الموضوع الاول ما كان دراما، كان عنصريه بحت من الاجانب. طبعا المشكله بين طلولي وابو نوح بدات لما ابو نوح طلب من متابعينه يشتركوا عنده
من 5 حسابات وفي توقيت معين وما بعرف ايش كان داخل، بس لهم اشتركوا من 5 حسابات عند توقيت الساعه 11 من 12 ما عاد اتذكر بالضبط. طبعا راح اخليكم مع مقطع ابو نوح عشان تشوفوا بالتفصيل الشيء اللي حكاه ابو نوح. وعلى الساعه 3:10 الجميع يشترك. طبعا متى ما شفتوا بعد هذا المقطع طلع طلولي وتكلم انه هذا كان استغلال للمتابعين، وانه ابو نوح ما كان المفروض يسوي هذا الشيء، وانه بلش يتكلم بشكل خلونا نقول حاد شوي تجاه ابو نوح. والشيء اللي بهني ابو نوح عليه انه حرفيا ما طلع ولا رد على الموضوع ابدا، ما شفت اي رد لابو نوح عن موضوع انتقاد طلولي له. فهذا الشيء صراحه انا اهنيه فيه، اهنيه انه عنده اصلا هذه الشخصيه اللي بتقدر بكل بساطه انها تتجاهل اي انتقادات بتطلع عليها على الانترنت، لانه الموضوع حرفيا مو سهل. ولازم اوضح اني انا شخص حيادي هون، لا اهتم لاي طرف من الاطراف، بحكي رايي وبمشي، وانتم بعدين انزلوا تحت في التعليقات واكتبوا لي رايكم. يا ابني على تراب. طلع كذا نظامكم تجيبوا مشتركين كثير وانا طول الوقت لو لايك اشتراك ثم سووا 3 حساب وعلى الساعه 11 تماما اشتركوا. كيف لسه تتابعوا ناس زي كذا وتدعمونهم؟ كيف يا اخي يستغلك قدامك. طبعا بعد رد طلولي طلع ابو عابد في بودكاست، وخلال هذا البودكاست رد وقال انه الشيء اللي يسويه ابو نوح عادي ومن حقه يطلب من متابعينه انهم يشتركوا حتى لو كان من 5 حسابات. طبعا بالنسبه لطلولي بعد ما شاف مقابله البودكاست حقت ابو عابد كان هذا الموضوع فقط دفاع من ابو عابد لصديقه او زميله بالفريق اللي هو فريق باور ابو نوح. وانا لو بدك رايي المتواضع، رايي الاسطوره الرهيب، انا بشوف انه عادي ابو نوح يطلب إن هيك طلب من المتابعين. اكون معكم صريح، لانه بالنهايه المتابعين هو طلب منهم، ما اجبرهم يسوي إشي. فانت لو متابع لابو نوح وطلب منك تسوي 5 حسابات تشترك عنده، بالنهايه القرار راجع لك، انت بتشترك او لا هذا الشيء راجع لك، انت بتفكر بعدين بتسوي. هذا اولا. ثانيا هذا الموضوع فيه مضره كبيره لابو نوح، وهو اكيد عارف هذا الموضوع، ولكنه ما همه، لانه هو في رقم حابب يوصل له، بغض النظر اذا كانوا المشتركين كلياتهم حقيقيين ولا كل 5 مشتركين هم حرفيا شخص واحد. يعني هو بالنهايه عم بضر نفسه بالمشتركين الوهميين، يعني الرقم اكيد ما راح يكون متطابق مع المشاهدات، وهو راضي عن هذا الموضوع. هو بالنهايه قاعد عم بضر حاله، ما عم بضر اي شخص ثاني. وزي ما قلت لكم المتابعين مخيرين انهم يشتركوا من 5 حسابات او لا، فانت كمتابع لو طلب منك ابو نوح انك تسوي 5 حسابات تشترك، بالنهايه هذا الشيء راجع لك، بتسويه او لا هذا الشيء راجع لك. وحتى لو سويته فهذا الشيء بضر ابو نوح، ما بضر اي شخص ثاني. صح انه بيوصل للرقم اللي هو بده اياه والهدف اللي هو حابه، ولكن بالنهايه بتكون متابعين وهميين. يعني تخيل بالله يكون عندك 12 مليون ولا 15 مليون ولا 20 مليون، واخر شيء تجيب بس 200,000 مشاهده ولا 100,000 مشاهده، بالرغم من انه 100,000 و200,000 ارقام خياليه، وانا شخصيا بتمنى اني اوصلها في يوم من الايام، ولكن ما بشوف مطابق مع عدد المشتركين. فمن هاي الناحيه يعني ابو نوح بكون قاعد عم بضر نفسه. وما اشوف انه طلولي كان له الحق انه يطلع او يحكي او ينتقد بهاي الطريقه اللي هو سواها. كان بكل بساطه لو انه فعلا يشوف هذا الموضوع استغلال كان فينه يروح ويكلم ابو نوح. يعني ما اتوقع انه ابو نوح راح يسحب عليه او يبلكه او ما يرد عليه. يعني بالنهايه لو انه حاول انه ينصح ابو نوح بطريقه غير مباشره كان هذا الشيء افضل بكثير. انا بشوف انه غلط هذا الشيء طلع على النت وبين المتابعين صراحه. وبس والله اكيد يعني اكتبوا لي رايكم في التعليقات، لانه رايكم جدا 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 مهم بالنسبه لي. اكتبوا لي رايكم بالموضوعين وبالسالفتين اللي سمعتوهم، وزي ما عودتكم دائما حط لايك واشترك في القناه لو ما كنت مشترك. والله اني متحمس اوصل 20,000 مشترك، مالي عارف امتى بس ان شاء الله قريبا بنجيبها. حط لايك اشترك في القناه لو ما كنت مشترك. كان معاكم الاسطوره داي وبيس. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا، نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء.